كارثة في حد ذاتها، يعني كارثة بكل المقاييس. اللي فوق دول المتهمين في سرقة الأسورة من المتحف المصري بالتحرير. طبعا الامرأة اللي على أول الصورة هي دي أخصائية الترميم اللي سرقتها. القصة إيه بقى؟ القصة إن هي خدتها من معمل الترميم، اديتها لحد قريبها سايغ في السيدة زينب، اشتراها منها ب180,000. خدها منها باعها لسايغ زميله في ورشة دهب ب194,000 واتسيحت، ودي النصيبة يعني راحت عليه العوض ومنه العوض. لما تكون السويرة لا تقدر بثمن ولكن تقدر بتاريخ المصريين الممتد اللي بقاله آلاف السنين، تتباع وتتسيح، يبقى حسبي الله. انتوا اشتغلتوا في مكان مؤتمنين على آثار بلدكم بتبيعوها؟ يعني الواحد مش عارف يقول ايه الصراحة. طبعا هنا زي ما انتوا شايفين الفيديو على موقع وزارة الداخلية، هو بيطلع الاسورة من قلب الكفر وبيديها للسايغ. فايه اللي يحصل كالآتي: السايغ ياخدها منه ويسيحها، وضاعت الاسورة. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا بعد القبض عليهم من وزارة الداخلية، أشد عقوبة ينص عليها بيع الآثار والتنقيب مؤبد وغرامة من 1,000,000 ل10 مليون. ضيعت نفسك وضيعت، لو انت وراك عيال ضيعت أولادك وزوجك وبيتك، رحت في 60,000 داهية. حسبي الله ونعم الوكيل.